نفرحونا قالنا غادي غير التطبيع غتجيكم كل الاشكال ديال الازدهار من نهار التطبيع الى اليوم. قولوا لي شنو اللي وقع في البلاد، قولوا لي اش وقع في البلاد، النموذج هو هذا. اشنو وقع في البلاد من ذاك نهار التطبيع. حسبها كل حسابات، انت دير ستيلو واخا وقول اشنو ربحت، لا على مستوى الصحراء ولا على المستوى السياسي ولا حتى على المستوى الاقتصادي. الغلاء والاسعار اللي ارتفعت عمرها ما ارتفعت، حتى الشتاء امسكت قطرها. اقول لي هذا تتخدموا الغيبيات واضرب 40 سنه عمر المغرب ما عرف الجفاف، كان ما عرفوه من السنه اللي توقع فيها التوقيع على التطبيع. لان ربي سبحانه وتعالى كيفاش يرضى وانت تدير يديك في يد القتله، في يد الذين يقتلون الاطفال الابرياء. ربي سبحانه وتعالى راه الروح عنده عزيزه. ربي سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش القهر، ما تيبغيش التكبر، ما تيبغيش العلو. حنا راه غادي في هذا السياق هذا راه ما مسلكناش. ها هي 6 سنين قولوا لي الحصيله شنو هي؟ الحصيله هي اننا في هذا الموقف هذا تيقتلوا، حنا دايرين مازال دايرين يدينا في يدهم. واش بالاعتقالات غادي تحبسونا؟ واش بالاعتقالات وغادي تحسموا هذا الشيء؟ راه ما غادي يتحسب هذا الشيء، هذا الشيء بالعكس غادي يتكرر وغادي يزيد غير يتطور. تحيه لكم جميعا، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يدير الفرج لهذا الشعب وهذه الامه والشهداء ديالنا في فلسطين ويداوي الجرحى. تحيه لكم جميعا.